الكرات والحارس امامنا عبد العالي المحمدي واللاعبين. وادي اول كرة، يا ولد يا ولد، الاولى سجل المغربي خالد بوطيب في نهضة بركان. مهمة قوي مهمة الانطلاقة، مهمة البداية، ومهمة الركلة الاولى. هنا الزمالك يتقدم بهذه الركلة الاولى، لكن لسه طبعا ادي الكرة ملعوبة، قنبلة راح عشير، حمد العشير، وركلة الترجيح الاولى، وجنش بره الركلة الاولى بره. الله اكبر، الله الركلة الاولى للعشير بره. خالد بوطيب سجل والعشير امامنا اهو. بص الكرة هي رايحة بره، بالغ في ركن الكرة، يعني هيبة وقوة الغول جنش. صحيح ما صدش، ضغط العصبي والنفسي، لكن محمود علاء يدخل. محمود علاء، يا ولد الثاني يا زمالك، الزمالك هنا متقدم بالركلة الثانية. سجل ابو الطيب وسجل محمود علاء وعبد العالي المحمدي في اللقطة الماضية امامنا هنا. والكرة الثانية للزمالك يسجلها محمود علاء في مرمى قدم المدافع المقدم اسماعيل المقدم. وجنش الركلة الثانية، وادي نهضة بركان. الغول جنش دايما في امن وامان. مرمى الزمالك مع جنش في امن وامان. احسن جول في مصر، جنش هو الاصل. وادي امامنا جماهير نهضة بركان، الجمهور الحقيقه اللي حضر. لكن بص شوف جنش صدها، الصد الثانيه. جنش كان في الموعد، في هذا الموسم الرائع، لعب خلال 34 مباراة، كان من نجوم نادي الزمالك الحقيقة، وكان ليه الواثق امامنا هنا. وامامنا هو بنشوف حكم اللقاء امامنا هو بيعيد ركلة امامنا جنش. اذا الركلة بتاعت اسماعيل المقدم هتتعاد، ركلة اسماعيل المقدم هتتعاد بعد العودة للفار. وجد ان جنش اتحرك بعد العودة للفار. ادي امامنا جنش عودة للفار في ركلات الترجيح، وبيطلب من الحكم العودة. سيكوزوي هو اللي اداله القرار. الركلة الثانية امام اسماعيل المقدم وجنش في هذه اللقطة. جنش واسماعيل المقدم، وهدف هنا. تبقى النتيجة بعد الركلة الثانية 2-1. الركلة الثانية 2-1 امامنا هنا. هذه الكرة بعد ركلتين نادي الزمالك. سجل خالد بوطيب، محمود علاء كان ضيع حمد العشير، وكان ضيع اسماعيل المقدم. رجع وعادها تسيب ملاكه امامنا هنا، والكره او مواجهه مع عبد العالي المحمدي. ادي الجمهور. عبد الله جمعه، يا عبد الله حبيبي، يا عبد الله دلع عبد العالي المحمدي في اللقطه الماضيه. متدربين، نادي الزمالك اتدرب على كده ترجيح مع كريستيان جروس. بص الاعصاب، وبص الجهاز الفني، بص الاصرار، وبص الروح. نادي الزمالك بهذه الروح ان شاء الله هيكون بطل لهذه النسخه. البطوله الترجيحيه الثالثه، الرجله الترجيحيه الثالثه. لاباكوجو يسجل لاباكوجو. تبقى النتيجه 3-2 بعد 3 ركلات لكل فريق. ادي امامنا هنا الكره، الركله الرابعه للزمالك. الزمالك متفوق بعد 3 ركلات 3-2. وعبد العالي المحمدي، اوباما وعبد العالي المحمدي. الركله الرابعه، اوباما. يا ولد يا اوباما. اوباما يا ولد. الركله الرابعه المهمه جدا في هذه اللقطه، المهمه جدا. يضيع نهضة بركان الركله القادمه، الزمالك تقول له مبروك، وجنش وقمه التركيز. جنش عايز يضع بصمته، جنش، ولكن كره في المقص. وتبقى النتيجه بعد 4 ركلات 4-3 لصالح نادي الزمالك. اللي داخل يسجل ان شاء الله. الزمالك يتوج بلقب هذه البطوله. هذه امامنا الكره من دايو في المقص. ترجيح ال5، ركله ترجيح 5 تعني ان شاء الله البطوله. بسم الله.
العسيرة، من تحمل أن يرى لاعبين في كفاح وقتال، من تحمل السفر، من تحمل طبعا الوفاة من شهداء السابقين، من تحمل الترضية في أقل النتائج. الجمهور الراضي، الجمهور الراضي هنا في هذه اللقطة. مبروك لمصر ومبروك لنادي الزمالك الفوز التاريخي.